ازيكم يا شباب، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن البري بيزكس اوف فيرتشواليزيشن. الاول قبل ما نخش في الموضوع ده خلينا نتكلم. لو انت عندك جهاز كمبيوتر عليه ويندوز في البيت، فانت في الحالة دي تقدر انك تشغل عليه اي برنامج انت عايزه. عندك مثلا الوورد، عندك البراوزر، اي براوزر زي ما اتكلمنا في المرات اللي فاتت. عندك مثلا ممكن في جيمز، كل التفاصيل دي انت تقدر ان انت تشغلها على الجهاز الكمبيوتر ده. مظبوط مظبوط. طيب، في حال ان انت عايز تجرب مثلا اللينكس، انت واحد حبيت ان انت تخش في مجال البروجرامينج، وقلت خلاص انا حابب ان انا اجرب اللينكس. فانت عندك حل من الاتنين في الحالة دي. يا اما ان انت تشتري جهاز جديد وتنزل عليه لينكس وتجربه، تمام، وتقدر تستعمل عليه نفس الحاجات دي عادي خالص. الجيمز بس هي اللي فيها مشكلة شوية. او ان انت آه، تمسح كل حاجة من على جهاز الكمبيوتر ده وتشغل اللينكس عليه بدل الويندوز. مظبوط كده. زمان ممكن كانوا بيعملوا الحاجة دي، ولكن حاليا انت تقدر ببساطة جدا تنزل عندك على جهاز الكمبيوتر بتاعك حاجة اسمها فيرتشوال بوكس، او بتنزل في ام وير. في ورك ستيشن وفي بلاير، واحد مدفوع والتاني مجاني. المهم ان انت بتنزله عندك، وبعدين بتفضل تستعمل عادي جدا الويندوز، لكنك بتاخد اللينكس وتحطه جوه فيرتشوال ماشين، وبتفضل تستعمل الويندوز بتاعك عادي خالص. تمام. وبتقدر ان انت تكمل حياتك عادي على الجهاز الكمبيوتر بتاعك، سواء وورد بقى، براوزنج، جيمز، وهنا تتعلم البرمجة. هل ده معناه ان انت ما ينفعش تتعلم برمجة على الويندوز؟ ينفع، لكن احنا بنقول مثال ان انت عايز تعمل لينكس عشان خاطر نشرح الفيرتشواليزيشن. طيب، ايه هو الفيرتشواليزيشن؟ احنا عندنا جهاز الكمبيوتر هو عبارة عن شوية حديد، ماشي، ميتال. الميتال ده هو بيبقى فيه مثلا رامات، بيبقى فيه بروسيسور، بيبقى فيه هارد ديسك او اس اس دي، وبعدين عندنا مثلا كمان كارت الشاشة طبعا. كل الحاجات دي هو الحديد ده واخد الحاجات دي كلها، فيه الحاجات دي كلها. فانت لما بتنزل عليه ويندوز او لينكس، هو بيستعمل كل الموارد دي لنفسه. تمام. طيب، لما احنا بنحط بقى طبقة من الفيرشواليزيشن هنا، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان في الحالة دي الهايبر فيجن لاير دي هي بتاخد كل الموارد دي وبتخليها عندها، بتحفظ عندها كده الموارد دي هي اللي موجودة عندي. فمثلا بقى كده 100% موجود مثلا رامات. خلينا ناخد الرامات كمثال. كويس. بعدين بيديلك الإمكانية إن هو فوقه هنا يقسمه لأجهزة كمبيوتر، ماشي، أو سيرفرز أو أيا كان. وبيحط هنا كمان بي سي، وبرضه ممكن نحط واحد كمان هنا. كويس، كأنه بي سي ولكنه فيرشواليزد، يعني افتراضي. يعني أنا عندي جهاز كمبيوتر واحد ولكن جواه في عدد أجهزة مختلفة. هنفترض إن الأولاني أخد 30% من الرام، فهيبقى هنا معايا 70%. بعدين التاني أخد 35%، ففي الحالة دي بقى عندي 35 كمان. والتالت مثلا أخد 20%، فيبقى هنا باقي من الرامات دي كلها 15%. كويس. ده في حالة ايه؟ في حالة ان احنا بدل الويندوز حطينا الهايبر فيجن لاير دي. تمام. وفي الحالة دي بيتسمى بير ميتال هايبر فيجن او بير ميتال فيرتشواليزيشن. طيب، في حالتنا احنا ده في حالة الانتربرايز بتعمل كده، اللي هي الشركات الكبيرة هي بتعمل كده فعلا. لكن في حالتنا احنا لما احنا عندنا جهاز كمبيوتر بيبقى عندنا حاجة اسمها هوستد هايبر فيجن او هوستد فيرتشواليزيشن. بيكون انا عندي الويندوز بتاعي. الويندوز هو بيكون مستعمل
من الرامات الجزء اللي هو محتاجه، ومن البروسيسور الجزء اللي هو نفس الحاجة، هو مستعمل من كل الموارد دي الأجزاء اللي هي محتاجها. فوقها بقى لما احنا بنسطب برنامج من البرنامجين دول، في غيرهم أكيد بس يعني خلينا، هو بيستعمل برنامج من الاتنين دول. ففي الحالة دي بيقوم رايح، بيكون مثلا الويندوز واخد له جزء من 100% من الموارد، وبيسيب الباقي تقدر ان انت تستعمله في الفيرشواليزيشن. وبنقوم فاتحين مكنة صغيرة هنا كده، بنسميها مكنة او ماشين، فيرتشوال ماشين. بنقول بقى ان هو والله انا عندي مثلا ماكسيموم هنا 100% رامات 8 جيجا، تمام. وانا عندي الويندوز مستعمل مثلا حاليا 4، كويس. فانا هنا عايز المكنة دي تستعمل 2 جيجا، وعايزها تستعمل 2 كور بروسيسور، وعايزها تستعمل مثلا من الهارد ديسك 80 جيجا، تمام. طول ما الويندوز مستعمل يعني هو الويندوز مستعمل الجزء ده 40% مثلا، وانا في عندي 60% اقدر ان انا استعمله. 60% دول اقدر ان انا اخد منهم مكانات جديدة. طيب لو انا اخدت زيادة مش هيقبل، او لو قبل مثلا وعنده وقت معين ويندوز يحتاج اكتر، ممكن المكنة تكراش منك، بس بترجع تفتحها تاني والحياة جميلة، ماشي. فهنا اللي حصل هنا ايه؟ ان انا بقى عندي لاير جديدة، او بقى عندي جهاز كمبيوتر جديد جوه جهاز الكمبيوتر بتاعي، وبقدر ان انا استعمله في حاجات تانية مختلفة، تمام. طيب بعد ما انا يعني فهمت القصة دي، انا عرفت ان انا تمام، انا بستعمل الويندوز بتاعي مفهوش اي مشكلة. وكمان لو انا عايز استعمل لينكس، فانا اقدر ان انا انزل برنامج معين هينزل لي لينكس ده هيخليني استعمله. وبقى عندي طبقة جديدة من الريسورسز كاملة اقدر ان انا اشغلها جوه جهاز الكمبيوتر بتاعي. طيب ده بيفرق في ايه؟ ده بيخلينا نستفيد ايه؟ لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان اللي قدامنا ده هو عبارة عن دولاب بس كبير شوية، بيسموه داتا سنتر. الداتا سنتر ده هو بيكون فيه أجهزة كمبيوتر كتيرة، أو اللي هي بلغة الانتربرايز سيرفرز. بيكون فيه سيرفر كبير، السيرفر ده هو جهاز كمبيوتر بس قوي شويتين، هو بيكون فيه البروسيسور أعلى، الهارد ديسك بيبقى مثلا يعني عندنا في البيت ممكن نقول مثلا 512 جيجا بايت، أو مثلا تيرا، وتيرا ده حاجة عظيمة جدا. هنا بيكون 4 تيرا يعني حاجة بسيطة كده. الرامات بتكون عالية برضو، كل الحاجات دي بتكون عالية، وهو كمان مكلف جدا، تمام. ليه الشركات بتجيبه؟ لأن ببساطة الشركات بتحتاج إنها تعمل سيرفيسز كتير. عندها الموقع الإلكتروني بتاعها، فبتحتاج له ويب سيرفر، وبيكون عندها الإيميلز اللي بيستعملها الموظفين بتوعها، فبيكون برضو عندهم ميل سيرفر، فده بيحتاج برضو جهاز كمبيوتر جديد لو ما فيش فيرتشواليزيشن. وبرضو بتحتاج حاجة اسمها اكتيف دايركتوري، وده علشان خاطر تعمل يوزر مانجمنت للناس اللي عندها، وتدي الصلاحيات لكل واحد باختلاف صلاحياته. وممكن كمان يكون في سنترال للفويس عشان يحصل مكالمات داخلية بين الموظفين وبعضهم، أو حتى بين الموظفين وعملاء الشركة. ففي تفاصيل كتير جدا الشركة بتحتاج إنها تعملها عشان خاطر يعني على السيرفر. فهو مش علشان خاطر أنا محتاج خدمة فأنا هنا جبت جهاز كمبيوتر بعدين جهاز كمبيوتر، لا. الفيرتشواليزيشن حل القصة دي، بتشتري جهاز كمبيوتر قوي شوية، وبتعمل عليه بقى سيرفرات او اجهزه كمبيوتر صغيره عشان خاطر تشغل الخدمات دي. فمثلا هنا انا حابب ان انا اشغل الويب بتاعي على لينكس، وعايز كمان الميل سيرفر بتاعي يكون لينكس، بس اخلي الاكتيف دايركتوري يكون ويندوز سيرفر. بعدين الفويب ده مثلا في عندنا التو اوبشنز، ممكن يشتغل مثلا على وين، في ناس بتشغله على لينكس، اللي انت عايزه، تمام. ف... ففي تفاصيل كتيرة انت تقدر ان انت تعملها طول ما انت عندك سيرفر، تمام. لحد هنا اعتقد ان الفكرة بقت واضحة اكتر، وبقينا فاهمين ان جهاز الكمبيوتر القوي اللي الشركة بتجيبه، هي بتجيبه علشان خاطر هتقسمه لمجموعة سيرفرات. السيرفرات دي اللي هي بتشتغل عليها وبتقدم عليها الخدمات اللي هي محتاجاها، كويس.
فهنا الفيرتشواليزيشن خلاص فهمناه، ان انا بيكون عندي جهاز كمبيوتر بيبقى فيه منه نوعين، نوع يا اما بيشتغل مباشرة على جهاز الكمبيوتر اللي هي الحديدة نفسها، تمام، وده في منه موديلات كتير ممكن نتكلم عنه بعدين ونشوفه ازاي ان هو بيشتغل. في عندنا كمان الهوستد، وهو اللي هو بيكون عندي الويندوز، وبقدر ان انا انزل عليه مثلا لينكس واشغله، تمام. لحد هنا الموضوع ممكن يكون لسه معقد شوية، ممكن يبقى واضح شوية، ممكن نبقى فهمناه أكتر. هنخش على جزء عملي المرة الجاية، هننزل مع بعض الفيرتشوال بوكس وهننزل عليه مثلا اوبونتو اللي هو نوع من انواع اللينكس، يبقى اتفرجت على اللينكس وشفت هو شكله عامل ازاي، وفي نفس الوقت احنا عملنا حاجة عملي مع بعض وفهمناها سوا.